السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناه شوات بيتيه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش ديروا لايك والكومونتير والشير. الوصفه ديال اليوم اللي هي السردين بالشرمل اللي غادي يطيف لاصوص ديال المطيشه. انا هنا المطيشه شديتها وطحنتها في الهاشوار، ما طحنتهاش مزيان غير شويه كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا غادي نشد خيزو غادي نقردو في الهاشوار، غنشد ورقه سيدنا موسى غنضيفها على المطيشه، وغادي نضيف مع الخيزو جوج فوره ديال الثومه. غادي نضيف الزيتون مقرد مشرمل. هنا انا الزيتون عندي فيه الحار، نتوما الا كنتو درتو الزيتون عادي ممكن تضيفوا معاه شويه ديال الحار. هذا قزبر معدنوس اللي شديتهم وقردتهم وخليتهم في الكوزينه ينشفوا على خاطرهم. كتحطوه في اي بلاصه عندك ينشفوا حتى كيكرموا مزيان وكيولي عندك قزبر معدنوس مجففين. صافي غادي نضيفهم انايا المكونات اللي درت معاكم. هنا غادي نضيف شويه ديال الكمون، ماشي بزاف حيت الكمون كيمرر. انا اصلا ما كنديرش العطريه بزاف، انا غندير سكنجبير. صافي هنا غنضيف خرقوم عرق. انا شوفوا كلشي الاقامه كلها كندير فيها شويه شويه شويه، ما كنكثرش الاقامه حيت كضرنا في المعده. صافي هنايا غادي ندير الملحه ما تكثروهاش. غادي ندير الضامه، غنرجع علاش الملحه ما تكثروهاش. هنا عندي الاقامه ديال الحوت، الاقامه ديال الحوت ديالها كنصاوب انا راسي. غادي ندير هنايا معلقه ديال الموطارد، معلقه تكون كبيره نيت. الشرموله راه هي موطارد. صلصه الصوجا، هذا محامض مصير غادي نقردو تا هو يولحو تما. صافي شويه ديال الخل ماشي بزاف، غير شويه. صافي غادي نميكسي داكشي مزيان. هنا انا علاش قلت لكم ما ديروش الملحه بزاف حيت الاقامه ديال الحوت فيها الملحه. موطارد تا هو مالح، صويا صوص مالحه. يعني الا زدتو كثرتو الملحه غادي يجيكم داكشي. المهم هنا غادي نزيد شويه ديال الماء. صافي غنعاود عاوتاني نميكسي داكشي مزيان. بالنسبه للاقامه ديال الحوت راه غير الحوت، مثلا الكروفيت جدوف ديال الكروفيت كنشدهم وكنكرمهم مزيان، كندير فيهم الملحه وكنخليهم يكرموا مزيان ديال بصح. صافي كنطحنهم كيوليو هذوك هما الاقامه ديال الحوت. صافي من بعد ما طحنت هاد الاقامه هذوك لي زانغريديون كاملين اللي كانوا عندي. صافي هنايا غادي نبدا نمونطي في الطاجين ديالي. شوفوا انا هنايا ديجا نقيت السردين صغيور، كنشدو كنقيه نحيد ليه السنسول نحيد ليه داكشي كامل اللي فيه. صافي ونحلو. صافي كنسرح السردين ديالي بحال هكا، كندير وسط من الاقامه اولا ديك الصلصه ديك الشرموله اللي درت. صافي كنلويها وكنبدا نحط بحال هكا كامل على الطاجين كامل ديالي. من بعد ما كنكمل كنشد ديك الشرموله وكنسرحها فوق السردين من الفوق. صافي كنزين بفليفلات ولا مطيشه اللي عندك. صافي كندير الزيتون مقرد، الا كان عندكم ما كانش عندكم ماشي مشكل. صافي وكنضيفها على النار. انا هنايا راه نسيت ما درتش هذاك الطاجين الاولاني كليته بلا ما نصور. صافي عاود طاجين اخر وشاركت معكم كيفاش جا. هذا درتو انا بالمطيشه. وهنايا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. باي باي عليكم.